السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم على بركة الله جيتكم بتدبيرة ماشي بوصفة. هنا عندي الفريك، كما نوجدوا الفريك لشهر رمضان. توجديه في دارك، تعرفيه نظيف ونقي، خير ما تشريه واجد ومسبوغ، تشريه ويكون مسبوغ. هنا راح ننظف كامل هذيك نصير انا الفريك تاعي. هنا انا شريته حب وراح نصيره. اللي ما عندهاش صيار تقدر تصفيه حتى في الكسكاس، يعني ما راحش نعقدوا عليك. راح نغربل كامل هذاك انا الفريك تاعي، واللي حتى اللي هبط لي حبات الرقاق اللي هبطوا لي لتحت راح نعاودهم في الصيار هذا. كما قلت لك، اللي ما عندهاش تقدر تخدم بالكسكاس، يعني المهم تنحي منه هذاك التراب اللي يهبط لتحت. راح نفرغ نكمل نصفي كامل هذاك الفريك تاعي ونفرغه في صينيه ونبدا نصفي فيه بالحبه، كما نقولوا كما نصفيو العدس يعني. راح نحي منه كامل هذيك الحجر، يعني اكثريه حجر اللي يكون فيه، وخاصه كي تشري حاولي ما تشريش اللي كاين في التحت تاع الشكاره، تشري مشكاره تكون معمره باش ما يكونش فيه بزاف التراب. راح نكمل نصفي كامل هذاك الفريك تاعي ونقعه. انا هنا ما نبداش نخدم الفريك تاعي حتى يدخل عليا شعبان، وكين نغسله ونصفيه نخليه يشيح بجوايه 15 يوم وهو منشور، ونحاول نحطه في بلاصه تكون سخونه. واذا حتى ما عندكش يعني كيما نقولوا وصل عليه 15 يوم وحساته مازال ما شحش، تقدر تشعلي الفرن تاعك تخليه يسخن وتحطيه في البلاطو، تطفي الفرن تاعك وتحطيه، تخلي الباب محلول حيز ما يسخن برك باش تضمني انه شاحلك كامل. انا نخليه يشيح حتى 20 يوم وهو في سنين، نحركه مره على مره في الدار سخونه. واذا ما عندكش اولاد صغار تقدري تحطيه بحذا الفرن. هنا راح نغسل كامل الفريك تاعي هكا. شوفوا هذاك الماء تاعو اللي كنا بكري نجيبوا الفريك نشلو برك ونلوحو مع الصبيغه. يعني الناس دركا رجعت سبحان الله ما عندنا ما نقولوا، يعني كل شيء مسبوغ، ما تضمنيش طول الحاجه تكون مليحه. هنا راح نغسل الفريك انا تاعي هكا، نضمن انه نظيف ومليح. كي نطبخ شوربتي تكون لي بنينه باش ماشي كيما نقولوا تعبي فيها وكل شوف الاخر تخرج لك لا بنه ولا شكل تكون كحله ولا خضره في بعض الاحيان، يعني جربناها كامل. نشريو فريك يكون ما يتشافش. هنا راح نغسل الفريك هذا كامل تاعي، نصفيه من هذاك الماء. اللي ما عندهاش باسينه كبيره تقدر تغسل بالطرف في صحينه، كيما نقولوا صحن شويه كبير، وتبدا تغسل بالطرف وتصفي في الكسكاس باش يهبط لها كامل هذاك التراب. ولا حتى تقدري تغسلي حتى في الكسكاس والباسينه. هنا شوفوا التراب اللي هبط، مع انه كان يهبط يعني من قبل ما كنتش قافله. هنا راح نرنخو انا في الملح، لانه عادتنا بكري كانوا كيخدموا الفريك يشوطوه وينقعوه في ماء وملح في دقيقه وينحيوه يشرب هذاك الملح. في وقتنا هذا يخدموا كونتيتي كبيره، ما يخدموش بهذيك الطريقه. الملح يعطي له ذوق رائع، وكتطبخي الشوربه تاعك تكون بنينه ما شاء الله. هنا راح نصفي كامل نغسل عفوا ونرنخ هذاك الفريك مع الملح، نخليه يترنخ لي جوايه 6 سوايع ولا ليله كامله. انا هنا رنخته 6 سوايع فقط، حتى ذقت الحبه لقيتها مالحه. هنا راح نصفيه ونخليه يقطر شويه وننشره. تقدري تنشريه في منديل ولا في سيني كيما انا هنا نشرته في سنين. راح نخليه يشح حتى يشح، نرحيه باذن الله ونديروا شوربه مع بعض.